السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم قناة محمد كريم. في موضوع مهم عايز أتكلم فيه، وبصراحة مش مش عارف، عفوا، حد كتير اتكلم فيه قبل كده ولا أنا أول مرة ألفت نظر الناس لهذا الموضوع يعني. بالنسبة للكابتن، أو رسالة إلى الكابتن محمود الخطيب. يا خطيب، انت لما من فترة زمنية كده معينة رحت خدت محمود كهربا، وكان وقتها رئيس نادي الزمالك كان المستشار مرتضى منصور. لما انت رحت وسحبت كهربا من الزمالك، كان رد مرتضى منصور قاطع وحازم، وراح خد مضى من عندكو عبد الله السعيد. وطلع مرتضى منصور وقتها اتكلم ان في صفقة كبيرة اسمها صفقة القرن، وهتكون حدث هيقلب الرياضة المصرية. وبالفعل قلب الرياضة المصرية بالفعل. وقتها انتوا ظهر لنا فجأة تركي آل شيخ، وكأنه سبحان الله سوبرمان اللي هيعيد الأمجاد تاني للنادي الأهلي، واللي وطلعت الناس أصوات تنادي: الحقوا النادي الأهلي، مش عارف ايه، أصل النادي الأهلي، أصل مرتضى بيخلص على النادي الأهلي، أصل مرتضى بياخد أساطير النادي الأهلي، أصل. اشتغلت الأصوات تعلى وتجعجع كويس قوي وقتها. المهم، انتهى الموضوع ان عبد الله السعيد فسخ عقده اللي تعاقده مع نادي الزمالك، وراح خرج بره. وبعد كده قال لك: لا، نادي الاهلي صاحب كرامة وصاحب مسل وصاحب. والكلام ده طبعا كله في الفنكوش. المهم، لما جه حصلت مشاكل، والله اعلم المشاكل دي جت منين ومين السبب فيها. القصة دي قصة ان مرتضى منصور يسيب رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك ويروح ويجي بدل منه حسين لبيب. سبحان الله، حصلت علاقة كده وديدة كده وحميمة كده ما بين حسين لبيب وما بين محمود الخطيب، وكل حب وسوسوة، وقعدوا يسوسوا لبعض ويحبوا بعض. وقال لك وقتها محدش هيدخل على أي صفقات تخص أي نادي من الطرفين، ولا لا الزمالك يخش على صفقات الأهلي، ولا الأهلي يخش على صفقة الزمالك، ومش عارف ايه وبتاع وكده. فجأة يتحول محمود الخطيب إلى عبارة عن خزينة متحركة ليس لها حدود من المال، يعني ملهاش آخر في الفلوس. بدأها بإمام عاشور، وبعد كده دخل على أشرف بن شرقي، وبعد كده دخل آخر حاجة على أحمد سيد زيزو. يا خطيب، فين المبادئ اللي بتتكلموا عليها؟ هو حلو ليكم ووحش لينا؟ واحنا لما نيجي ناخد لاعب من عندكم وانتوا تاخدوا 33 لاعب، وتيجي بعد كده اقول لك مصالحة، واصل في مصالحة ما بين محمود الخطيب وما بين حسين لبيب، والعلاقات تاني ترجع لطبيعتها. طب هو مشي مرتضى منصور، امشي يا كخة يا وحشة انت يا مرتضى اللي جايب الكلام اللي مزعلة الخطيب. طب هو مرتضى منصور مشي، انت عامل ايه دلوقتي؟ انت شوية هتشتري نادي الزمالك. ففي النهاية يا جدعان، من الواضح ان المنافس ما ينفعش معاه غير مرتضى منصور، عشان يكن ويقعد على حيله.
يعني مرتضى منصور أثبت إن كل حرف كان بيقوله صح، ودي الطريقة وده الأسلوب اللي ينفع مع هذا المجتمع الرياضي المثير للسخرية، المثير للاشمئزاز. للأسف مرتضى منصور صح واحنا اللي غلط. السلام عليكم.